أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. كيف أعرف أن أنثى الحمام سوف تبيض؟ طبعا أول علامات تدل على أن الأنثى سوف تبيض، نلاحظ أن الأنثى يبدأ بطنها ينتفخ، ونلاحظ المؤخرة، منطقة المؤخرة تكون منتفخة. لاحظوا المؤخرة كيف منتفخة، هذا يدل على أن الأنثى قربت تبيض. وأيضا نلاحظ أن الأنثى تكون خاملة، يعني حركتها تكون خفيفة بعكس الأيام الأخرى، تكون الحركة لاحظوا حركة الأنثى تكون، ونلاحظ أن الأنثى تكون متينة وخاملة. وأيضا نلاحظ فضلات الأنثى تكون كبيرة، يعني الأنثى تخرج فضلات أكبر من في الأيام العادية، يعني تكون الفضلات أو براز الأنثى يكون كبير. وأيضا نلاحظ أن الأنثى تدخل إلى العش وتجلس في العش فترات طويلة، ولكن دخول الأنثى إلى العش لا يدل على أنها سوف تبيض، ولكن العلامات الأكثر الأهمية هي أن الانتفاخ في مؤخرة الأنثى، وأيضا الفضلات. إذا لاحظنا أن الأنثى فضلاتها كبيرة أكبر من الحجم العادي، فهذا يدل على أن الأنثى قربت تبيض. لاحظوا هذه الأنثى الآن قربت تبيض، ويوجد فيها جميع العلامات التي ذكرناها، هو انتفاخ الأنثى وخمول الأنثى، يعني حركتها تكون أقل من الأول، وانتفاخ مؤخرة البطن، وأيضا الفضلات، نلاحظنا أن فضلاتها أصبحت أكبر من اللازم. وأيضا دخولها في العش واستقرارها في العش لفترات.